لو موبايلك بقى بطيء وبيهنج، فانا دلوقتي اقول لك 6 خطوات محدش بيشرحهم، والنتيجه ان جهازك هيتحول من جهاز بطيء لجهاز سريع. فتعال نشوف كده. اهلا بيك من جديد، انا اسمي السيد، ودي قناتي التقنيه تخصص في مجال التقنيات وحل المشاكل. لو المحتوى ده مفيد ليك فاعمل اشتراك بقى. تعال كمل معايا الفيديو للنهايه. اول خطوه هي تقليل الانيميشن. ده السر اللي هيحسسك ان جهازك بقى اسرع، لان ده هيخلي الانتقال بين التطبيقات والبرامج هيبقى اسرع معاك، هيحسسك بسرعه جهازك. وتعالى يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنخش على الاعدادات، بعد كده على لمحه عن الهاتف او عن الجهاز او حول الجهاز، ده مختلف عند معظم الناس. بعد كده نضغط على رقم الإصدار أكتر من مرة لحد ما يقول لها تم تفعيل خيار المطابق بالفعل. وبعد كده نطلع على النظام، نخش على خيارات المطابق، هننزل لحد ما يقولك مقياس الرسوم المتحركة للنافذة. أول حاجة هنقلل النافذة ديت للنص، والانتقالية المتحركة برضك للنص، كله للنص. أهم حاجة تحولهم كلهم للنص، هتلاقي النص جاهز أو بيخرج من غير أنيميشن. يعني بص، الخطوة التانية تفريغ المساحة وحذف البيانات. دايما أي جهاز في الدنيا لما تلاقيش فيه مساحة تلاقي حاسس إن هو فيه لاج وفيه تبطيء كده في التعامل معاه. فدايما لو جهازك مساحة فيه فوق ال 85%، في الغالب جدا جدا إن جهازك هيبدأ يبطأ. فعلى الأقل تسيب جيجات فاضية في الجهاز عشان تحس بسرعة جهازك. الخطوة اللي بعد كده نخش على الإعدادات برضو، وبعد كده نخش على الذاكرة أو التخزين، ونعمل بس إخلاء لبعض المساحة. هو هيبدأ يمسح حاجات لوحده كده. ممكن تشيل الحاجات اللي متكررة مثلا، والتطبيقات اللي ملهاش أي لازمة، والحاجات اللي ملفاتها كبيرة ومش هتحتاجها. كل ده تقدر تشيله، وده هيزود سرعة جهازك فعليا. صحيح، يمسح التطبيقات والألعاب اللي ما بتستخدمهاش. مش مساحة بس، ده بيخفف تحميل على الرامات والمعالج بتاع الجهاز. الخطوة التالتة هي زيادة الرامات. الخطوة دي بالذات ما لقيتهاش في كل الأجهزة، لقيتها في أجهزة معينة زي الريلمي والسامسونج، ما اعرفش في بقية الأجهزة موجودة ولا لا. أنت تكتشف بقى بنفسك الموضوع ده. هنخش على الإعدادات وندور على الذاكرة ونختارها. هتلاقي هنا متسمية باسم رام بلس، ممكن تختلف من جهاز للتاني بحسب المسمى. تقدر زي ما انت شايف كده انا مختار 4 جيجا، او ممكن تخش في البحث وتكتب كلمة رام بس بالانجليزي، هتظهر معاك على طول. لو جهازك بيدعمها فعلا فهيبان معاك. طبعا زي ما قلنا ان هي مش موجودة في معظم الاجهزة، وانا شفتها في اجهزة ريلمي وسامسونج، مشوفتهاش في اجهزة تانية بصراحة قد كده. ممكن في ناس عندها ممكن لا، بس خلي بالك لو مساحة جهازك قليلة متستخدمهاش. الخطوة الرابعة هي الأوتوميشن، ودي أهم خطوة معانا وأول خطوة بتتشرحش. أنت كإنسان بتحتاج راحة بالليل على الأقل 6 ساعات. هو الجهاز نفس الفكرة بالظبط، هيريح المعالج والجي بي اس والبلوتوث، هيريح الجهاز تماما من أي عمليات. بس فأنت اللي هتحدد له وقت معين يفصل ويفتح فيه بنفسه، بحيث إنه يريح الجهاز وتحس إن الجهاز بقى أسرع والمعالج بقى أحسن. فإحنا هنعمل روتين، هنخلي الجهاز يفتح 3 ساعات بالليل، يقفل ويفتح لوحده من غير ما نتدخل. فده بقى يقلل العمليات اللي الجهاز بيعملها أو المتراكمة مع الجهاز، هيحسسك بالسرعة فعليا، هيحسن أداء المعالج بتاعك. ونكتب اوتو، هتلاقي هنا تشغيل وإيقاف التشغيل المجدول، ونفعلها ونحدد الوقت إن الجهاز يشتغل فيه، وتحدد الجهاز اللي اتقفل فيه. أنا عن نفسي هحدد الساعة 3 الفجر إن الجهاز يقفل لوحده ويفتح تاني الساعة 1. عايز تخصصه في أيام معينة، مثلا مرة أسبوعيا أو هكذا، لكن أنا عايزه كل يوم. وبس كده، الجهاز هيقفل الساعة 3 الفجر ويفتح تاني 7 الصبح، وكده يريح الجهاز تمام. الخطوة الخامسة وهي تسفيه معالج الرسوميات. دي فعلا اكتشفتها بالصدفة وانا بكتب سكريبت الحلقة. هو ده بيشتغل على ان هو يزود ويحسن سرعة معالج الرسوميات ويديك سلاسة ونعومة في الألعاب. بس على حساب البطارية. يعني كل ما عملتها هتستخدم بطارية أكتر وبطاريتك هتخلص بسرعة، مقابل ده تاخد تحسين وسلاسة في الألعاب وتحسين معالج الرسوميات. إعدادات الخطوة الخامسة. خش بعد كده على النظام تاني، خيارات المطور اللي احنا فعلناه في الأول. وبعد كده ننزل تحت كده لحد ما نلاقي MSAA في X4 في X2. يعني في معظم الأجهزة بتبقى X2، لكن احنا هنعملها X4 بس كده. ده هيخلي صورة الألعاب، هيحسن صورة الألعاب ويخلي فيها سلاسة، بس على حساب البطارية زي ما قلنا. هياخد من استخدام البطارية ويستخدمها بشكل أكبر،
فلو انت حابب تلعب بس مش هيعمل معاك البطارية فده الخيار الأمثل ليك. الخطوة السادسة هي تحديد العمليات اللي هتشتغل في الخلفية، وبصراحة ما بنصحش أي حد بيها. الخطوة دي بقى مش متأكد منها قد كده، والخطوة دي على قد ما أعتقد إنها مش حلوة لمعظم الناس. في ناس بتقول إن الجهاز شغال في الخلفية من غير ما نحس بيه، في ناس بتقول إن هو ما بيعملش حاجة أصلا. فأنا استخدمتها في جهازي القديم، كانت رسائل الواتس ما بتوصلش غير لما أفتح الواتس. لكن هتديك سرعة في استخدامك للألعاب والتطبيقات أو أنت فعلا جهازك بطيء حرفيا. وأقول لك إزاي نختارها مناسبة لجهازك، واستمع معايا الفيديو. وما احنا في الإعداد تاني نخش على النظام خيارات المطور وننزل تحت لحد ما نلاقي تحديد للعمليات، وندور على حد العمليات بالخلفية. هو هنا بقى زي احنا قلنا الجهاز يعني في ناس بتقول ان الجهاز بيعمل عمليات لوحده بالليل، فاحنا عشان كده عملنا الراحة ان هو يفصل ويريح الجهاز تماما، ان هو ما يعملش اي عمليات ولا يستخدم بطارية، ويريح المعالج عشان تستخدمه تاني يوم حلو. فهنمشي على طريقة كده هناخدها كمثال. هو لو جهازك ضعيف فاحنا نستخدم عملية واحدة، اللي هو من الرامة 2 ل3 نستخدم عملية واحدة أفضل. لو جهازك متوسط فاستخدم عمليتين، لو جهازك قوي خليها 4 عمليات كحد أقصى يعني. أنت تختار الأمثل ليك، أنا عن نفسي أختار 3 عمليات في الخلفية وبس كده. دول كانوا أهم 6 خطوات هيسرعوا جهازك فعليا. لو طبقتهم فعليا هتحس إن موبايلك بقى أسرع وجامد. قول لي بقى في كومنت أنهي خطوة فيهم حسستك إن فعلا جهازك بقى طبق. وسلام.